أنباء عن وفاة مفاجئة للشيخ محمد بن زايد إثر جلطة دماغية. في تطور مفاجئ، تداولت تقارير صحفية أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعرض لجلطة دماغية حادة أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل سريع. الأنباء التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصا مع غياب التأكيد الرسمي حول تطورات حالته. المصادر الصحفية تحدثت عن أن الحالة الصحية للشيخ محمد بن زايد كانت قد تدهورت بشكل مفاجئ، ما دفع إلى تأجيل عدد من الارتباطات والزيارات الرسمية. هذه الأخبار شغلت الأوساط الإعلامية ودفعت العديد من المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة ما يحدث خلف الكواليس. لكن وبالرغم من تداول هذه الأنباء، لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي من ديوان الرئاسة الإماراتي، مما يبقي الوضع في إطار التكهنات والشكوك، ويبقى الجميع في انتظار بيان رسمي يكشف عن التفاصيل الدقيقة ويغلق باب الجدل القائم حول ما يحدث بالفعل.